مروان رمضاني اللي عودنا دائما أنه يجيب لنا كل ما هو جديد في ما يخص المؤسسات الناشئة ومجال قطاع اقتصاد المعرفة. مروان، مساء الخير وأهلا بك. مساء الخير هاجر، مساء الخير مشاهدينا. إذا دائما الجديد مع الشباب، مع المؤسسات الناشئة ومع اقتصاد المعرفة اللي دائما سينجيب لكم بأخبار جديدة وحصرية. احنا رانا حابين نعرفوا ما في جعبة مروان لنهار اليوم. يلا نروح مباشرة إلى الخبر الأول واللي يتعلق بالمعرض الدولي ال17 للصيدلة بالجزائر. تفاصيل أكثر عن هذا المعرض بعد الفاصل. إذا اختتم البارحة المعرض الدولي ال17 للصيدلة بالجزائر سيفال 2023، والذي امتد على مدار 4 أيام بقصر المعارض بالجزائر العاصمة، أين جمع بين العديد من المتعاملين في قطاع الصيدلة والطب، بحيث شارك ما يقارب عن 150 عارضا، واستقبل عن ما لا يقل عن 10,000 من مهنيي الصحة. وجاء هذا المعرض تحت شعار الوصول إلى الأسواق من أجل استراتيجية التطوير، بحيث قدم سيفال برنامجا ثريا ل14 ندوة اقترحتها المخابر المشاركة في المعرض، و25 مداخلة حول المواضيع المتعلقة بالبيئة الاقتصادية والصحة للصيدلة في الجزائر، من التحسين العلاجي والحفاظ على التوازنات المالية إلى رعاية المستخدمين من خلال الوصول إلى الأدوية المبتكرة. نعم، خاصة وأن هذا قطاع ومجال مهم جدا وحساس كذلك. حساس، نعم، قطاع الطب والصيدلة حساس. إذا هذا المعرض لاقى رواجا ناجحا في هذه الطبعة التي اختتم البارحة، فحنا نتمنى له التوفيق. خاصة حكينا في الأعداد السابقة عن وزارة الصناعة الصيدلانية اللي راهي دائما في تطور مستمر ودائما الجديد فيها. نعم. نروح الآن إلى الخبر الثاني. الخبر الثاني اللي هو أيضا يتعلق بالصالون الدولي للبنايات الحديثة والتكنولوجيات الجديدة بمدينة قسنطينة. تفاصيل أكثر عن هذا الصالون بعد الفاصل. سيشارك غدا أكثر من 80 عارضا جزائريا وأجنبيا في افتتاح الطبعة الثالثة للصالون الدولي للبنايات الحديثة والتكنولوجيات الجديدة، والذي سيمتد ما بين 20 إلى 23 فبراير الجاري بالمجمع الثقافي أحمد باي بولاية قسنطينة. ويعد هذا الصالون من بين أهم المعارض الدولية في مجال البنايات الحديثة المجهزة بأحدث التقنيات التكنولوجية على غرار الوسائل المبتكرة للمنزل الذكي وأنظمة التحكم عن بعد. وسيكون هنالك فضاء للعرض لا سيما للمهتمين بالهندسة المعمارية وفنون البناء، وكذا أصحاب المشاريع والشركات الناشئة المبتكرة في مجالات البناء والسكن والعمران. يعني جميل جدا. اليوم أخبار تبعث بالطاقة الإيجابية ككل مرة ككل مرة. وإن شاء الله نروحوا غدا نشوفوا هذا الصالون باش نجيبوا أخبار عن ماذا جرى فيه، يعني بالتحديد في مدينة قسنطينة. إن شاء إن شاء الله. الله حترافقيني معايا هاجر. إن شاء الله يا ربي، إن أكيد. شاء الله باش نجيبوا أخبار، يعني أخبار حصرية خاصة ببرنامج شباب أب. أكيد. نعم، نروح لأن الخبر الوجهة الثالث. بعد البرنامج قسنطينة. نعم إن شاء الله. إذا يرحبوا بنا إن شاء الله ناس قسنطينة. طبعا. إن شاء الله. نروح الخبر الثالث اللي هو حول مشروع مؤسسة ناشئة براءة اختراع عبر مختلف جامعات الجزائر. تفاصيل أكثر بعد الفاصل.
شهدت مختلف الجامعات الجزائرية في الأيام القليلة الماضية عدة لقاءات وأيام توعوية وتعريفية، والتي خصت في معظمها مشروع مؤسسة ناشئة براءة اختراع، وهذا تحت قرار 1275. وكانت هذه الملتقيات من تنظيم اللجنة الوطنية التنسيقية لمتابعة الابتكار وحاضنات الأعمال الجامعية، بالتنسيق مع رؤساء وعمداء الجامعات الجزائرية المختلفة، والتي نذكر منها جامعات الطارف، باتنا، أم البواقي، بومرداس، المسيلة وأدرار، بحيث تم عرض لحصيلة اللجنة مع حصيلة الأفكار المبتكرة، ثم دورات تكوينية سواء للمكونين أو المدربين أو الطلبة المقبلين على التخرج، وهذا كله تحت إشراف وتأطير مؤطرين فاعلين ومختصين من أجل تنمية محلية وخلق فرص عمل للشباب الجزائري لمختلف الكفاءات. نعم مروان، كان هذا ما آخر خبر. نعم، هذا آخر خبر. يعني هو حوصلة، مولف نجيب وش يكون في الجامعة نعم. بالتحديد. هذا حوصلة لمختلف الجامعات، لأنه ما نقدروش نجيبوا كل جامعة وش يختص فيها، لكن الحوصلة أنهم كلهم يساهموا في تكوين الشباب نعم، لما يعني المتخرجين. يكون النشاط واحد والهدف واحد، لأنه هدف الجامعات هو هدف واحد. دائما الجامعة الجزائرية تسعى لتوفير ظروف حسنة للطالب، كذلك تزيد بتكوين أكاديمي ذو مستوى راقي ومستوى يعني يمكنه من غدا أو نعم من تولي عديد المناصب والولوج إلى عالم الشغل إن شاء الله. إذا هذه هي كان آخر خبر. إن شاء الله الأسبوع أو العدد القادم راح نجيبوا أخبار حصرية وجديدة. نعم، شكرا لك مروان، نتمنى لك التوفيق فيما تقدمه لنا طبعا في فقرة أخبار أب. على بالنا باللي مش بالهين أنك تتحصل على ما هو جديد، راك دائما يعني دائما على الخط وتجيب لنا كما نقولوا دير لنا لا ميزاجور. هذا راحتكم وراحة المشاهدين ومتابعينا عبر قناة الشبابية، يعني مش خسارة فيهم. شكرا مروان، يعطيك